عايزك تتخيل معايا المشهد ده. شاب في عز شبابه وقوته، بطل أسطوري اسمه هرقل، واقف لوحده في وسط غابة ضلمة وكبيرة والدنيا حواليه هدوء تام. وفجأة بيلاقي نفسه عند مفترق طرق، طريق على يمينه وطريق على شماله، وهو واقف في النص تايه ومحتار، لأنه عارف كويس قوي إن الخطوة اللي جاية دي مش مجرد خطوة عادية، دي خطوة ممكن تحدد مصيره كله للأبد. وهو لسه واقف بيفكر في حيرته دي، ظهر قدامه فجأة سيدتين، كل واحدة منهم وقفت على أول طريق، كل واحدة بتبصله بتناديه وبتحاول تغريه إنه يختار طريقها هي. ممكن القصة دي تبان إنها أسطورة قديمة من آلاف السنين، لكن الحقيقة إنها قصتي وقصتك وقصة كل واحد فينا. كل يوم وأحيانا كل ساعة بنلاقي نفسنا واقفين في نفس الموقف بالظبط، وبنواجه نفس الاختيار المصيري ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة الأولى اللي بتمثل طريق الرذيلة كانت جميلة جمال ساحر، بتوعده بحياة سهلة ومريحة، طريق كله متعة ولذة فورية، أكل وشرب ونوم من غير أي تعب ومجهود. أما بقى السيدة التانية اللي بتمثل طريق الفضيلة، فكان جمالها فيه هيبة ووقار. قالت له بكل صراحة: اسمع، طريقي صعب ومليان تحديات ومجهود، لكن في نهايته المكافأة اللي هتاخدها هتكون حقيقية ودايمة، مكافأة تستاهل كل نقطة عرق. بطلنا هرقل اختار الطريق الأصعب، طريق الفضيلة، والاختيار ده هو اللي خلاه البطل اللي التاريخ كله بيحكي عنه. القصة دي هي المدخل بتاعنا لفكرة عميقة جدا هنتكلم عنها النهاردة. اختيار هرقل ده هو بالظبط الفكرة اللي بيدور حواليها شرحنا النهاردة، واللي مستوحاة من كتاب الانضباط هو القدر للكاتب راين هوليداي. الكتاب ده كله قايم على فكرة ممكن تبان بسيطة، لكنها قادرة تغير حياتنا. القدر مش صدفة، القدر صناعة، وإحنا الصناع، والأداة اللي في إيدينا عشان نشكل بيها قدرنا هي الانضباط. يعني ببساطة قدرتنا على إننا نختار الطريق الصعب دلوقتي عشان نوصل لمجد حقيقي ودائم بعدين. طيب إزاي نبدأ نصنع القدر ده؟ هنا بيجي الجزء الأول معانا، تمن العظمة. لأن العظمة دي مش هدية بتجيلنا، العظمة ليها تمن لازم يدفع، والتمن ده هو إننا نبني الأدوات اللي هتساعدنا نثقل جسمنا وعقلنا ونخليهم زي السلاح في إيد البطل اللي عايش جوه كل واحد فينا. خلينا نبدأ بقصة ملهمة قوي لواحدة اسمها توني موريسون. تخيلوا معايا الوضع: لوحدها بتربي طفلين وشغالة وظيفة متعبة جدا كمحررة في دار نشر، يعني بترجع آخر اليوم طاقتها خلصانة تماما. لكن جواها كان فيه حلم كبير، حلم إنها تكون كاتبة عظيمة. وعرفت إن عشان تحقق الحلم ده لازم تلاقي وقت ما حدش غيرها بيستخدمه، لازم تسرق الوقت ده من اليوم نفسه. فكانت بتعمل إيه؟ كل يوم قبل ما الشمس حتى تفكر تشرق وقبل ما ولادها يصحوا، كانت توني بتصحى في هدوء، تعمل فنجان قهوة وتقعد في سكون الفجر تكتب. كانت بتقول إن ده الوقت الوحيد اللي عقلها بيكون فيه في أصفى حالاته. ممكن تبان عادة بسيطة، يعني ساعة كل يوم، لكن لما العادة دي استمرت يوم ورا يوم وسنة ورا سنة، اتحولت لمعجزة حقيقية. سنة 1970 نشرت أول رواية ليها، وبعد سنين طويلة من نفس الروتين المقدس ده، توني موريسون بقت كاتبة بتاخد جايزة نوبل في الأدب. القصة دي بتعلمنا أول وأهم قاعدة في الانضباط: اهجم على الفجر. الساعات الأولى من اليوم دي مش مجرد وقت عادي، دي كنز مدفون، وقت ما فيهوش أي دوشة وعقلك بيكون صافي زي السما. ده هو الوقت اللي تقدر تبني فيه مستقبلك، طوبة فوق طوبة وكلمة ورا كلمة. طيب، من الكتابة نروح للرياضة. عايزاكم تبصوا كويس على الرقم اللي ظاهر على الشاشة ده، 2130. ممكن يبان مجرد رقم، صح؟ لأ، ورا الرقم ده في قصة انضباط أسطورية، قصة بطل من نوع مختلف تماماً. الرقم ده هو عدد الماتشات اللي لاعب البيسبول الأسطوري لو جاريج لعبها ورا بعض من غير ما يغيب يوم واحد، 2130 ماتش. عشان كده كانوا مسمينه الحصان الحديدي. تفتكروا سره كان إيه؟ قوة خارقة؟ موهبة فذة؟ لأ، سره كان أبسط من كده بكتير بس أعمق. سره كان إنه بيحضر كل يوم، سواء كان مصاب، تعبان، أو نفسيته مش تمام. كان بيلبس لبس الفريق وينزل الملعب، كان بيعمل اللي عليه وبس. وهنا بنوصل لدرس تاني في منتهى الأهمية. زي ما راين هوليداي بيقول في كتابه، مش مطلوب منك تكون خارق كل يوم، لكن مطلوب منك تحضر كل يوم. الاستمرارية أهم وأقوى مليون مرة من العبقرية المتقطعة. النجاح مش سباق 100 متر، لا، ده ماراثون طويل، واللي بيكسبه هو اللي بيفضل ماشي حتى لو بيزحف على الأرض، بس عمره ما بيقف. لحظة واحدة قبل ما نكمل باقي الحكايات الممتعة دي، لو الشرح ده عجبك والمحتوى لامس معاك، ياريت تاخد ثانية واحدة تعمل لايك وتشترك في القناة. دعمك ده بيفرق معانا جدا وبيشجعنا نستمر. ودلوقتي بعد ما شفنا إزاي الانضباط بيبني الجسم والعادات، هننتقل للجزء الثاني، اختبار الفيلسوف.
لأن لو الجسم هو القلعة فالعقل هو الحصن المنيع اللي جواها. وهنا حكايتنا عن فيلسوف رواقي عظيم اسمه سينيكا، وطريقته الغريبة جدا في تدريب عقله على الصلابة والقوة. سينيكا ده كان واحد من أغنى أغنياء الإمبراطورية الرومانية كلها، يعني قصور وخدم وحياة في منتهى الرفاهية. لكن كان عنده خوف كبير مسيطر عليه، الخوف من الفقر. فقرر يعمل حاجة مجنونة، بدل ما يهرب من الخوف هيروح له برجله. كان بيعمل لنفسه معسكر فقر متعمد. كل فترة يسيب القصر بتاعه ويلبس أرخص هدوم عنده وينام على الأرض وما ياكلش أي حاجة غير عيش ناشف ومية. وبعد كام يوم يسأل نفسه، هو ده اللي أنا مرعوب منه؟ أنا أقدر أعيش كده؟ التدريب القاسي ده مش بس حرره من الخوف، ده عمل معاه حاجة أغرب بكتير. الإمبراطور نيرون اللي سينيكا كان معلمه قرر في مرة يتخلص منه وحاول يسممه، لكن لأن سينيكا كان معود جسمه ومعدته على الأكل البسيط جدا والقليل، السم اللي كان محطوط في الأكل الفاخر معدته رفضته وما أثرش فيه. تخيل، تدريبه المتعمد على المشقة أنقذ حياته حرفياً. الدرس هنا مرعب ومهم، لما تدرب نفسك على الصعب باختيارك بتبقى جاهز لأي صعب بيجيلك غصباً عنك. وده بيوصلنا للاختبار الحقيقي، الجزء الثالث، النهوض من الرماد. لأن الانضباط الحقيقي مش بيبان وانت كسبان والدنيا ماشية معاك، لأ، الانضباط الحقيقي بيظهر في لحظة الوقوع، في لحظة الهزيمة. أي حد ممكن يكمل وهو كسبان، لكن الأبطال الحقيقيين بس هم اللي بيعرفوا إزاي يقوموا تاني بعد ما يتكسروا. أحياناً أكبر عدو لينا مش الفشل، لأ، أكبر عدو هو الرعب من إننا ما نكونش مثاليين. مصممة الرقصات العظيمة مارثا جراهام كانت مرة بتشتغل على عمل جديد، لكنها وقفت تماماً، اتشلت. كل حركة تعملها تحسها وحشة، كل خطوة تلاقي فيها ألف عيب. الخوف من إن العمل ما يطلعش كامل خلاها ما تعملش أي حاجة أصلاً، لحد ما صاحبها الموسيقي زهق منها وقالها جملة عبقرية: شغلك ده مش مهمته إنه يكون كامل، مهمته إنه يوجد، خلصيه عشان الناس تشوفه. الكمال ده وهم، مجرد قناع بنلبسه عشان نخاف نجرب ونفشل. ونرجع تاني للرياضة، وتحديداً لرياضة عنيفة بتختبر الروح قبل الجسد، الملاكمة. بصوا على الرقم ده، 7. إيه الرقم ده؟ ده عدد المرات اللي الملاكم فلويد باترسون وقع فيها على أرض الحلبة في ماتش واحد، ماتش بطولة العالم. 7 مرات بيقع في هزيمة كانت مذلة ومهينة قدام العالم كله. الناس كلها قالت خلاص الراجل ده انتهى، اتهزم هزيمة ساحقة، اتحطم نفسياً قبل جسدياً، كان حابس نفسه في بيته مش عايز يشوف وش حد. وفي عز الضلمة دي بيجيله جواب من مين؟ من ملاكم تاني اسمه آرتشي مور. والمفاجأة إن باترسون كان هزم الملاكم ده قبل كده. كان ممكن الجواب يبقى كله شماتة، لكنه كان العكس تماماً. آرتشي كان بيقوله إنه عارف الإحساس ده كويس، إحساس إنك عايز تختفي من على وش الدنيا، وشجعه إنه ما يستسلمش للظلام ده ويتعلم من غلطاته عشان يرجع أقوى. الكلمتين دول كانوا زي شرارة ولعت نار كانت طوفان جوه باترسون. رجع يتمرن، بس المرة دي بشكل مختلف تماماً، مش مجرد تدريب جسدي، لأ، ده كان تدريب عقلي ونفسي. قعد يدرس فيديوهات الماتش ويعترف بأخطائه وبغروره. سنة كاملة من التدريب القاسي، بعدها رجع يواجه نفس الخصم اللي هزمه، والمرة دي سحقه، وبقى أول ملاكم في التاريخ يخسر لقب الوزن الثقيل ويرجع ياخده تاني. الدرس هنا واضح وصريح، الانضباط مش ضمان إنك مش هتقع، الانضباط هو اللي بيضمن إنك هتقوم تاني لما تقع. وده بيوصلنا لقمة الجبل، أعلى مرحلة من مراحل الانضباط، الجزء الرابع والأخير، روح الأستاذ. في المرحلة دي الانضباط ما بيبقاش مجرد عادة بنعملها عشان ننجح، لأ، بيتحول لهوا بنتنفسه، بيبقى جزء من روحنا ومن أخلاقنا. الفلاسفة الرواقيين الكبار زي الإمبراطور ماركس أوريليوس كان عندهم دستور للحياة بيمشوا عليه. الدستور ده بيقول: خليك قاضي صارم على نفسك ومحامي متسامح مع غيرك. حاسب نفسك على كل صغيرة وكبيرة، لكن لما تتعامل مع الناس خليك رحيم. ركز على اللي تقدر تتحكم فيه وهو أفعالك، وسيبك من اللي ما تقدرش تتحكم فيه زي مشاعرك ومشاعر الناس. عيش ببساطة وشيل مسؤولية حياتك كاملة. ده هو جوهر الفلسفة الرواقية. وهنا بنوصل لأغرب وأجمل حاجة في الموضوع كله، إن كل القيود والسجون اللي انت بتبنيها لنفسك بالانضباط دي هدفها النهائي هو حريتك. بس مش حرية إنك تعمل اللي انت عايزه وخلاص، لأ، دي حرية أهم وأعمق بكتير. الحرية من نفسك، الحرية من شهواتك اللي بتجري وراك، من مخاوفك اللي بتكتفك، من نقط ضعفك اللي بتذلك. لأن لما انت اللي تتحكم في نفسك مفيش أي حاجة تانية في الدنيا تقدر تتحكم فيك. ولو هنلخص كل اللي قلناه ده في جملة واحدة بس، هتبقى الجملة دي: الانضباط هو القدرة على تذكر ما تريده لاحقاً بدلاً من ما تريده الآن.
هو ده الاختيار اللي بنواجهه كل يوم بين المتعة اللي هتخلص كمان دقيقة والمجد اللي هيفضل معانا العمر كله. في النهاية هيراقل ما لقاش قدره صدفة، هيراقل بنى قدره بنفسه. والقدر مش حاجة بنلاقيها، القدر هو مبنى إحنا اللي بنبنيه. كل قرار صح، كل عادة كويسة هي طوبة بنحطها في المبنى ده. فالسؤال اللي بسيبه لكم النهاردة هو: كل واحد فينا بيبني إيه؟ لو الشرح ده لمس فيكم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان ما تفوتوش أي قصة جاية. والأهم، قولوا لنا في التعليقات إيه الكتب اللي نفسكم نتكلم عنها المرة الجاية. كل المصادر هتلاقوها تحت في الوصف. أشوفكم على خير.